مساكم الله بالخير حبايبي، شلونكم؟ عساكم مليون خير. هاي بهارات، هي اسمها مجموعة بهارات خلطة الكمونة. الكمونة هي بهارات كبة خاصة بالكبة اللبنانية. شفتها بعدة حسابات يستخدمون الكمونة ويشتروها جاهزة. زين احنا ما متوفرة عندنا، وخلطتها شكلها حلو. دورتها على الانترنت وسويت مثلها. هذا الحبق عندي لبناني، وهذا الحبق أو الريحان أني مجففته مالتنا العراقي. شوية اختلاف بسيط، بس مالتنا حتى ريحته أطيب. هذا الكمون هو الكمية الأكثر 4 مرات بقد هذول البقية. الكمون أول شي الأساسي بهاي الخلطة. وقلت لكم هذا الحبق اللي يشوفون هذا شكله، أني جففت الريحان العراقي هسه آخر شي قبل فترة، وسألوني البنات قالوا لي ما يسود؟ لا ما يسود، وهذا لونه مجفف وحلو مثل الورد. وراح أخلي هذا نعناع مجفف جاهز. وعندي بعد بردقوش أو مردقوش، ما أعرف شنو اسمه، كلش نكهته مميزة وإلى فوائد تحفة. تقدرون تستغنون عنه إذا ما عندكم. أنا اشتريته من الشورجة. وهذا حب فلفل أسود، وهاي كبابة. وعندي بعد شطة. هذه الشطة حارة، فأني استخدمت شوية بصراحة، لأن حستخدم الباردة أكثر، ما أحب الحار. هذه الحارة كنت مشتريتها وكلش نادر أستخدمها. هذه الباردة اللي دائما أستخدمها. وهذا دارسين. وهنا عندي ورد محمدي، أزلت الجزء الأخضر من عنده وطلعت بس البتلات وشوية زيدت. وهنا عندي قرنفل، القرنفل قليل مو كثير. راح نخلطهم ونفكفك البتلات مالت الورد المحمدي. تقدرون تستخدمون ورد الجوري. وراح تصير هذه الخلطة جاهزة. رشة جوزة بوة اختيارية إذا تردون، أنا نسيت أصورها وصارت عندنا جاهزة. وانتظروا إن شاء الله شلون راح أستعملها. شكرا، مع السلامة. مساكم الله بالخير حبايبي. واليوم نحضر تحويشة الكمونة. تحويشة الكمونة البهارات سويتها وياكم، راح نطحنها. خذت منها وطحنتها، وراح نخليها بمحضرة الطعام. ويا عندنا راس بصل واحد هذا الحجم، وكوب أو كوب ونص برغل، حنشوف ايش إذا تحتاج. و4 ملعقة من بهارات الكمونة. خليت 2، وهاي الثالثة، وما بقى عندي رابعة. ورجعت طحنت من جديد وياكم من هذه البهارات. نطحنها تمام بالطاحونة الخاصة بالبهارات فقط. راح ضفت الملعقة الرابعة وراح أخلطهم تمام بمحضرة الطعام، وأشوف تحتاج نص كوب برغل لو لا. واحتاجت فعلا. بعدين أوراق مع نعناع تازة، وشوية من الحبق، وشوية من الريحان، لأن أنا قلت خل أضيف مدام عندي. سويتهم على وجبتين بمحضرة الطعام. فرغتهم هالشكل على ورق الزبدة بصينية، يتنشفون يوم أو يومين، وبعدين تنضم بالفريز وتنأخذ من عندها للكبة. وراح أسوي وياكم الكبة، انتظروها. شكرا، مع السلامة. مساكم الله بالخير حبايبي. الخاطر وصفة تحويجة الكمونة سويت كبة بالصينية. هواية راح تعجبهم الوصفة إن شاء الله. هواية طلبوها من عندي. الكبة بالصينية متعودين إنه يخلون بالعجينة مالت الكبة لحم. أني هنا سويتها بدون لحم. 4 أكواب من البرغل الناعم الخاص بالكبة. ومن هاي الملاعق الأكل خليت 5 من تحويشة الكمونة اللي سويتها. خليت الملح، وخليت 3 كواب مي مغلي لل4 أكواب برغل، وغطيتهم. قلبت هالشكل وغطيتهم. وجيتهم ورا شوية لقيتهم بعدهم ناشفين. حطيت هذا أقل من كوب، تقريبا 3/4. شوفوا هذا الباقي، وغطيته وتركته. وهنا أنا سويت القيمة الحشوة مالت الكبة. والكل كوب تمن خليت بوتيتاية بهذا الحجم. البطاطا هذه المسلوقة هالشكل أنا خليت وحدة زيادة. احنا العراقيين نقول بوتيتا. قطعتهم، رشيت لهم ملح، وضفت عليهم بعد بهار كمونة. وللحشوة أيضا خليت بهارات الكمونة نفسها، وضفت فلفل أسود وكزبرة. قلبت هالشكل وتركتها تبرد، وبديت أشتغل. خلطتها بثرمتها بمثرمة اللحم، وصار عندي هاي العجينة هالشكل جاهزة وممتازة. فردتها وقطعتها بغطاء كبير مال قدر، ودهنت التبسي دهنة ممتازة.
تريدون دهن حار، تريدون دهن نباتي يعني مثل جنة، على راحتكم. خليت إطار خفيف، ضفت لوز وكشمش للحشوة، وإطار خفيف من الكبة حتى الحشوة لا تلتصق بالجانب، وسويت قطعة ثانية وخليتها هالشكل. هواية سهل الأمر والنتيجة تطلع حلوة. هذه التقطيعة بهذه الطريقة، وشلت الزايد ودهنتها بالسمن، وقطعتها حسب ما تحبون تقطعوها هالشكل، مثلثات أو مربعات. حبيت أسوي بيهم هاي النقشة. أخذت الزاوية مالت القطاع القلب، واحدة أصغر من اللوخ، وبالنتيجة صارت مثل البتلات للوردة. ما أعرف إذا فهمتوا الفكرة. 3 أحجام قلوبة، وأخذت بس الزاوية أشرت بيها، ورجعت همينة ضفت لهم سمن نباتي أو حيواني حسب ما تحبون. أنا ضفت دهن جنة بصراحة، وحمصتها بالفرن، وهذا منظرها اللذيذ. تمنيتكم ويانا، والباقي سويت بيها ذيك الكبة. إن شاء الله أنزل لكم إياها بريل أو شي على السريع، إن شاء الله تعجبكم. اعتمدوها، مجربة تجنن.